بتقولي بتستخدموا حاجتين، بتستخدموا باي ستيميليشنز وبتستخدموا سكين بوسترز، صح؟ طب اشرحي لي كده، نبتدي بحاجه السكين بوسترز بتعمل ايه بالظبط للبنات؟ السكين بوسترز بتحفز الكولاجين وبترطب البشره، انت كانك غذيتي اكلتي بشرتهم، فبتفضل نضره ومترطبه زي ما هم طول الوقت بيبقوا عايزين يعملوا سكين كير وكده، لا هم بيجوا يعملوا الجلسه فكانهم قعدوا ريحوا 3 شهور. يعني قصدك جلسه سكين بوستر كانها بقى لها 3 شهور بتعمل عنايه بالجلد، بالزبط. روتين العنايه بالظبط. تمام بالظبط. عباره عن ايه بقى السكين بوستر؟ السكين بوستر اللي انا بفضله في العياده عندي ومناسب للسن ده وبرده مناسب للسن الاكبر شويه، الهاي ليفت برو، لان ده فيه 12 امينو، اللي هو الار ار اس. الار ار اس هاي ليفت برو، ده بيغذي البشره جامد زي ما قلت لك، وبيرطبها جامد قوي، وبيعمل اللمعه اللي في البشره اللي كل البنات مهووسه بيها اللي هي بتبقى عايزاها. بس السن الصغير ده مش محتاجين له ان يبقى فيه فوليوم في وشه. هل الار ار اس هاي ليفت ده ما بيعملش فوليوم؟ لا، ده نون كروس لينكد، بس في نوع تاني انا ممكن بستخدمه. السن الاكبر بقى بستخدمه في حالتين، لو السن اكبر شويه في تقدم العمر بس يعني تستخدمي النوع التاني. بستخدم اللونج لاستنج، وبرده ستيل برده لو في بنات محتاجه بقى عايزه ترسم شفايفها شويه في الشفايف، او عندها ريشو بتاعها مش مظبوط او تتحدد وخايفه تعمل فيلر، او ان هي جايه يعني عشان هي سنها صغير فمش عايزه تعمل فيلر، فانا بقى هنا بستخدم لها كبديل للفيلر، لانه بيبقى ناتشرال جدا وطبيعي جدا، زائد انه الحقنه 3 مللي جرام، فبقدر اوظفها في الوش كله، يعني ممكن احقنها في الشفايف وشويه. حقنه واحده تتوزع على الوش كله. جوكر. جوكر. لا، ودي ميزه كمان، لان معظم الستات دلوقتي بتبقى عايزه حقنه واحده بالظبط، بس الحقنه بتاعت الفيلر ملي. ما انا لما بحس انه يعني ببقى شايفه البيشنت قدامي هي عايزه ايه وامكانياتها ايه، فاول حاجه بصراحه بتيجي في بالي اللونج لاستنج، لانه 3 مللي جرام وفي طبعا نفس الوقت بديل فيلر. ماشي، لان هو نوع احنا بنعتبره سكين بيلدر، يعني هو كروس لينكد بس مش قوي، فما فيهوش التقل بتاع الفيلر. حضرتك قصدك بس انا بنصح البنات ان هي يعني تعمل المحفزات دي عشان يعني نمنع العجز انه يحصل، انه هي يعني 3 مرات في السنه. ده مهم جدا، فاحنا خلاص لما هنكبر احنا مش محتاجين نعمل ده. لا، وبعدين خلينا نقول ان يعني احنا كلنا كأمهات مش عايزين بناتنا يعملوا فيلر في السن ده، ما ينفعش يعني. ما ينفعش بنت عندها 20 سنه تروح تعمل فيلر. لا، ما هو بصي برضو في حاجه انا لاحظتها لما باجي انزل البيشنت بتوعي على السوشيال ميديا والصور، في ناس بتعمل كومنت كتير قوي، هي جايه تعمل ايه؟ او هي حلوه بتعمل كده ليه؟ لا يا جماعه، احنا حافظ على جمالها، احنا مش عايزينها تعجز او الخطوط تبقى ستاتيك، وحتى لو انا جيت اعمل لها بوتوكس او فيلر ما بيجيبش النتيجه المرضيه. صحيح. لا، طب ما انا امنحها. يعني نقدر نعتبر ان الار ار اس في الحاله دي هو علاج وقائي بالظبط، مش تجميلي. لا، هو علاج وكمحفز قوي بنستفز بيه بشرتنا ان هي تطلع لنا الكولاجين اللي بيقل مع العمر او مع الاسترس او مع يعني الظروف والتلوث بالظبط. وحضرتك شايفه ان 3 مرات اللي هم بيبقى فرق بينهم شهر، مش كده؟ ده الهاي ليفت برو بيتعمل مره كل شهر، لكن اللونج لاستنج بيتعمل 3 مرات في السنه، يعني مره كل شهر. اوكي. وكده خلاص تستنى بقى للسنه اللي وراها هي نعمل المينتنس. تمام.